السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم في الحلاوة دي بقى؟ طبق العزومات الخطير. النهارده هنعمل مع بعض البطاطس المحشية باللحمة المفرومة. دي البطاطس الصغيرة، هي المفروض بتتعمل ببطاطس القوارمة الصغيرة دي، بس انا ملقتش الصراحة حجم اصغر من كده يعني في السوق. بتجيبيها وتقشريها عادي ونغسلها، واهم حاجه يا بنات زي ما انتم شايفين لازم نفضل حاطينها في ميه علشان بتسمر. يعني حتى اللي انتوا هتقوروه ده المفروض تبقى الطبق او الحاجه اللي انتوا هتقوروه فيها يبقى فيها ميه. بس انا يعني قورت الوحدتين دول قدامكم، وبعد كده مليت ميه تاني وكنت بقور في ميه عشان ما تسمرش منكم وتأكسد معاكم. تمام. اول حاجه صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس، وما تنسينيش في الشير لاصحابك ولحبايبك ولمعارفك، وكمان حطي لايك. اوعي تنسي اللايك لو سمحتي. يعني ايه اللايك ده؟ بيبين محبتكم ليا. انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات من غير ما تحطوا لايك، مش عارفه ليه. بصوا هنا كنت بوريكم ان انتوا لما تقوروا ما تسيبوهاش ضيقه من فوق، وسعوا على نفسيكم وقطعوا الحته اللي فوق عشان تبقى واسعه فتعرفوا تحشوها، فتبقى من جواها فيها حشوه. آم، واصلا دوت احنا مش هنرميه، يعني اللي بيتقور ده مش هنرميه، انا هقليه تاني وبحطه في ارضيه الطاجن. هوريكم دلوقتي مع اللحمه المفرومه. هنا كنت بقولك عادي لو اتخرمت منك من تحت مش هتفرق، لان كده كده احنا هنحط ارضيه وهتبقى كلها في قلب بعضها، فمش هتفرق معايا يعني لو اتخرمت منك او حاجه. بصوا يا بنات، انتوا ممكن تعملوها بطريقه هيلسي اكتر من غير الدهون يعني او اي حاجه، وتعملوها زي ما هي كده نيه، مش هتقول لا. بس بصراحه ما بتكونش حلوه زي اللي بتاخد تشميعه في الزيت، اللي هي القليه بتاعه الزيت دي، او في الاير فراير زي ما انت عايزه. انا ما بحبش استخدم الاير فراير كتير عشان اللي مش عنده ما يبقاش مثلا متأزم او حاجه. وممكن برضو ترشيها بزيت وتدخليها الفرن، يعني براحتك بديل الاير فراير. هنا كنت حطيتها في الزيت، الزيت سخن كويس، ونزلت بالكميه اللي عندي واحده واحده. لازم تاخد تشميع. انا بقولك ممكن ما تعملهاش من غير ما تعمليها من غير ما تقليها، بس بصراحه بتبقى منشيه كده، يعني النشا بتاع البطاطس بينزل، عارفين كانها مهريه. يعني انا هوريها لكم في الاخر دايبه دوب ومستويه، بس الكفر ماسك نفسه، يعني مشدوده كده. وبصراحه طعمها بيكون احلى، يعني انا بقول لكم بالامانه. تمام. هنا بقى اول ما تبتدي تتحمر كده انتوا هتلاقوها باينه، يعني مش لازم تستويها كامل. هي اهم حاجه الكفر اللي بره ده ياخد تشميعه حلوه عشان يبقى ماسك نفسه كده وانت بتحشيه، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي. قلبيها بقى لغايه لما تاخد لون كل واحد كده ولون حلو. هنا بقى كنت خلاص طلعت الكميه، وده التقوير اللي انا قورته. طبعا كنت حاطاه في ميه صفيته، وبنزله زي ما انتم شايفين كده كله في الزيت، واسيبه بقى يتحمر. ده تحمير كويس حلو مع بعضه، بيبقى مقرمش كده بقى. ولما بتحطي اللحمه المفرومه والصوص عليه بيبقى طعمه خطير. نعمل بقى اللحمه المفرومه. جبت الحله، معلقه سمنه حلوه ومعلقه زيت. نزلت بالبصل انا فرماه في الكبه. انتي مش عايزه تفرميه وتخرطيه على ايدك براحتك زي ما انتي عايزه، انا فرمته يعني اسرع. تمام. اشوح فيه، هنزل بشويه فلفل وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، واقلب زي ما انتم شايفين. اوعي تكوني نسيتي تحطي اللايك، حطي لايك، انا بفكرك اهو. هنا بقى جبت معلقه توم صغيره، حابه تستغني عنها براحتك، بس هي بتفرق في طعم الوصفه جدا. انا بقول لكم يعني البدايل براحتك، الاكل ما فيهوش سيستم واحد او يعني احتكار على حد. انت ممكن تغيري في الوصفه زي ما انت عايزه براحتك. دوت ربع كيلو لحمه. ابتدي بقى نزلته، وابتدي بقى افكك فيه كده عشان ما يبقاش مكتل قطع كبيره كده، يبقى كله مفرفط من بعضه. انزل بقى بشويه سبع بهارات، معلقه صغيره، ومكعب مرقه لحمه. ممكن خضار براحتك، اللي انت برضو اللي متاح عندك ممكن تستغني عنه خالص. يعني التوابل دي انت براحتك، ممكن تغيري التوابل خالص اللي انا حطاها. انا بوريكي انا بعملها ازاي. حطي لايك. بصوا انا بفكركم ازاي. هنا غطيتها بس لغايه لما تفك كده واللحمه تغير لونها. نزلت بطماطمايه وفلفلايه خضراء، اقلب فيهم كويس، وهنزل بمعلقه صلصه معلبه زي ما انتم شايفين كده.
شيري بقى الفيديوهات بتاعتي كده لاصحابك ولحبايبك وعلى صفحتك وظبطوني. ويا بنات خشوا على صفحة الفيسبوك برضو بنفس الاسم، اعملوا فولو كده واعملوا لايك على الفيديوهات، ظبطوني كده خلينا نكبر ببعض. بصوا دي صلصة انا متسبكة المتفرزة يعني. خدت برضو معلقتين 3 كده منها وحطيتها على اللحمة بعد ما حطيت المعلقة بتاعت الصلصة المعلبة وقلبتها زي ما انتم شايفين. نزلت بحوالي شقشق مية صغير كده، يعني مش مكمل اصلا ربع كوباية. اظبط بقى الملح واقلب واسيبها تاخد وتدي في شكل ودي كده مع بعضها لغاية لما تتشمع كده وتبقى حلوة مع بعضها. اغطي بقى عليها وهوطي واسيبها براحتها، مش هكمل 5 دقايق. الصلصة بقى اللي انا لسه موريها لكم ديت صلصة من غير اي اضافات، فانا طبعا هملحها لان دي الصوص اللي انا هحطه على البطاطس من على الوش يعني. حطيت لها شويه ملح وشويه، يعني ظبط لها الملح والفلفل بتاعها وبس. هي كده جاهزه ان انا لما اجي احشي بقى واحطها زي ما وريتكم هنا دوت الحشوه اللي انا يعني اللي انا عملتها من البطاطس. حطيت عليها 3 4 معالق لحمه كده زي ما انتم شايفين، قلبتها كويس واحطها في قعر الطاجن اللي انا حاطاه فيها من غير صلصه من غير اي حاجه. هي اصلا كده كده اللحمه فيها صلصه، والصوص لما احطه هينزل على البطاطس على القعر، وكانت خطيره. اللهم بارك بألف هنا يا رب على اللي كل. بصوا بمعلقه صغيره كده وتحشي. وعادي لو خرجت بره كده كده اوريدي احنا هنحط الصلصه وهنحط بقيه اللحمه اصلا من فوق، مش هتفرق لو يعني عملت منك كده من بره عادي، هي كلها تبقى في قلب بعضها. طبق من الاطباق اللذيذه جدا، منجز وبينفع في العزومات وموفر، وكمان بيبقى شكله شيك جدا 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 في التقديم، ومن الوصفات اللي انا بحبها بصراحه. وما شاء الله برضو يعني كمية صغيرة من اللحمة بتكفي العيلة كلها. هنا كنت عملت معاكم 3 وهخلص بقى الكمية واوريكم. بصوا بقية اللحمة حطيتها على الصلصة اللي انا كنت شايلاها، اللي انا احطها على الوش، واحط بقى على الوش كده واظبطها بقى. بص اغرقها بقى زي ما انتم شايفين كده. كنت بقول لكم ان هو بربع كيلو لحمه ما شاء الله تاكلي عيله باكملها، يعني الله اكبر الله اكبر، 4 5 افراد ياكلوا من الطاجن دوت وهيقوموا شبعانين. فبصراحة هي يعني موفرة يعني وجميلة. وانتوا عارفين بقى اللحمة بكام، يعني برضو ربع كيلو واسمك دخلتي لأولادك بروتين، حاجة كويسة. اغطيها بقى ادخلها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 200 براحتك لغاية لما تبقبق كده. هي اصلا ما بتاخدش وقت، يعني نص ساعة اخرها لو فرنك يعني عامل. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا متسبكة والبطاطس دايبة دوب وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، وريحتها كانت جبارة اللهم بارك وخطيرة. بصوا وريها لكم دايبة دايبة دايبة. بصوا الطماطم متسبكة والله اكبر، كان طاجن ريحته وطعمه خطير. الف هنا يا رب على اللي كل وعلى اللي هيجربه. ده كان فيديو النهارده، ومتنسيش في الاشتراك واللايك